تعالوا نعيش مع بعض النهاردة تجربة مختلفة للفطار المصري الأصيل. انا ويزو وده بلديات. فطار مصري يعني فول وطعمية وشوية بتنجان وجرجير، بس بلديات بيعملهم بنظافة وبكواليتي بريميوم. بداية من قرص الطعمية اللي بتتنضف الخضرة ويتشال منها العروق وتتضرب وتنزل في زيت بيبرد، بيتغير مرتين في اليوم، وده السر في بلديات. يطلع لك قرص طعمية سخن موحوح، جبت منه اللي محشي كيري واللي محشي كيري بسطرمة واللي محشي ليمون معصفر. نظافة الطعمية باينة قوي في طعمها. ولا بقى شوية الفول اللي نزلت عليهم بالليمون، كلت منه اللي بالحمص واللي بالهريسة واللي بالليمون المعصفر. حركة دائرية منتظمة ونطلع به. بصراحة شوية فول زبدة، ويا لهوي على البيض المدحرج في السمنة البلدي. ودقت عندهم حتة اومليتة، في منها اللي بالبسطرمة وفي منها اللي بالخضار. ويا جدعان انا اول مرة اشوف حجم البطاطس الشيبسي ده، ومن طعمها وحلاوتها كلت بيها الجبنة اللي بالقطة. وفي الاخر بقى كان لازم اختم بسندوتش العظمة بتاع ويزو، طعميتك القماطي مع بتنجان مقلي وبطاطس. وانزلبه بالطحينة. حط بقى قرنين الفلفل دول ونطلعوا به. يا خرابي يا عرابي. بلديات هيديك تجربة فطار مصري أصيل بس ببريميوم كواليتي. يلا جوه.